السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد حجي أبو عبيدة من مدينة اللاذقية. بدنا نحكي عن الانتهاكات اللي صارت والجرائم اللي صارت في اليومين الماضيين في بانياس وجبلة ومختلف المناطق. وأنا اليوم أنا بحكي باسمي واسم كل إنسان شريف رافض القتل، رافض للظلم، وباسم كل مقاتل ما خان العهد وما خان وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسالتي لسماحة الشيخ أبو محمد الجولاني أحمد الشرع ولكل القادة العسكريين: يا شيخ، هالقتل يلي صار قتل المدنيين الآمنين في بيوتهم، هل ديننا أمرنا بهالجهاد؟ هل وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك كانت؟ إخراج الناس من بيوتهم وقتلهم بدم بارد؟ هي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لهذا خرجنا يا شيخ. يا شيخ نحن ما خرجنا لهذا الأمر، نحن ما حملنا السلاح. لو ما كنا على الحق ما حملنا السلاح. ما حملنا السلاح لحتى نخرج الناس من بيوتها ونقتلها ونحرق أرزاقها. مو لهالسبب طلعنا لأن إحنا على الحق، كنا ناس مظلومة. لهالسبب هذا حملنا السلاح وقاتلنا. نجي هلأ نشوف ناس من الفصائل الثانية عم تدخل على قرى وضيعة العلوية ويخرجوا الناس من بيوتها ويقتلوها بدم بارد. هيدول فلول النظام؟ هل الناس اللي قاعدة ببيوتها آمنة هيدول فلول النظام؟ أنا والله بعد ما خلصت المعركة والله فوجئت بالمقاطع اللي توصلني بالانتهاكات. وكله يا حمزات يا عمشات، يا حمزات يا عمشات. وإني والله العظيم أشهد بالخير لجماعة الأمن العام، والله كانوا حريصين على سلامة المدنيين، والله العظيم أشهد لهم بالخير. بس يا شيخ نحن هلأ منطالب، أنا كعسكري، أنا كإنسان عسكري بقوات النخبة، وطالب بمحاسبة هؤلاء المجرمين، هالمجرمين يلي قتلوا الناس على أسس طائفية، منطالب بمحاسبتهم. يا شيخ لازم نطهر جيشنا. يا شيخ هيدول بالأساس لما طلعوا على ليبيا وعلى الليجية طلعوا كمرتزقة مو كمجاهدين. هيدول ما بيمثلونا، عم يدخلوا على بيوت الناس يقتلوها. يا شيخ مو هي وصايا رسول الله، مو هيك عقيدة، مو هيك ديننا، لك مو هيك الإنسانية. نحن ديننا دين رحمة، دين سلام. نحن منقاتل اللي عم يقاتل، اللي حامل سلاح عم يقاتل، هذا اللي بنقتله ومستلذ بقتله كمان. بس الناس اللي آمنة في بيوتها منطلعهم نقتلها؟ لا والله يا شيخ ما لهذا خرجنا. يا شيخ أنا عم ناشدك، أنا بصفتي يا أبو عبيدة، أنا بناشدك لمحاسبة هؤلاء المجرمين. ما لازم يضلوا بيناتنا يا شيخ، هيدول ما لازم يضلوا بيناتنا، لازم يتحاسبوا وكله موثق بالصوت والصورة. ويا شيخ لو ما عرفناك على الحق وإنسان مؤمن وصالح موحد لله عز وجل، والله ما خرجنا خلفك إلا لهذا السبب، لأنك إنسان على الحق. يا شيخ والله العظيم أنا هلأ إنسان، أنا معتبر كل جهودنا القتالية كلها انسفت بسبب فعلا الشنيع، لأن نحن ما لنا مجرمين، نحن بنقاطع على الحق. لما نقتل الإنسان بنقتله على الحق، يعني هو بيكون مجرم مو إنسان آمن ببيته. والله قلوبنا عم تتقطع على المناظر اللي شفناها. وبرد وبشهد بجماعة الأمن العام إني حرصوا على أرواح المدنيين. والله يشهد الله إنه الناس عن جد ماشيين على عهد. بس هيدول الناس المؤازات اللي اجوا من الشمال، وبالاخص جماعه الحمزات والعمشات، والله اسرفوا في القتل واسرفوا في السرقه وبتدمير ارزاق الناس، بس لانه من الطائفه العلويه قتلوهم. هيك ديننا بامرنا. انا بتمنى هالفيديو ينتشر على اوسع نطاق لمحاسبه هؤلاء المجرمين. لازم يتحاسبوا، ما لازم يضلوا بيناتنا. لازم يكون جيشنا جيش نظيف لحمايه هالشعب مو لقتله. بدنا نقعد نسوي مثل كان يسوي النظام؟ شو هو قدوة إلنا لحتى نسوي مثله؟ لا إنسانيتنا ولا ديننا ولا وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام تسمح لنا بهالشي. فلازم يتحاسبوا.
يا شيخ لازم تطلع امر بمحاسبه هالناس لتفرجي كل الناس اني نحن ما بنرضى بهالشي هاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.